مقاصد الزواج وحاكمه مقاصد لجهر دجالك أو دجالك لو جلي أيها كنا ما أرتي كوكم كمان وثما بدنا نجد ماليزيا هذا مركز ملايين المسلمين دجالهم بقالي ضد المسلمين تجي تزاوجوا أبياشون يقولون إذا مقصد الزواج وحاكمه المقاصد الجهات وحي لها فلأجل النبي عليه الصلاة والسلام من حضر نكاح مسلم على مسلمة فكأنما حضر غزوة إنه حضر يعني المال أنظر المسلمين محمد علي يوسف سيدة الدقال كمركز قاضي مش عم بسوط عليه هذا أصول الله طوال عليال مقصد كحديث زواج حفلة دمان تلشوية من وحا مناسبة إذا كهذا مقاصد الزواج زواجكم حيثها مقاصد dadka cusub ee hadda zawaajka sameynaya si ay uga faa'iideystaan kuwii hore ee zawaajka sameeyayna si u ogaadaan fadliga weyn ee uu leeyahay iyo maqaasidda weyn ee laga leeyahay zawaajka kadalika inay yiraahdaan haddii ay dhaaftay niyooyinkaas hadday dhaaftay inay hadda yiraahdaan allahumma inni nawaytu hadhihi niyya awalan wa akhira لأن سنة يعني قف هذه دافت سنة وقت إلى تطبيقنا إنه هذا هذا يجدد النية لماذا؟ معانا لأن هذا واحد ولا ريال مقاصد الزواج نية الزواج خلاص بينه يمحيتها وإنه قف والبمسلم وقاعد سيء ونية أصحاب يوم هدوء عصبي هاي هدوء قديم هنا وجديد هذه النية العظيمة المقصد الأول مقصد كأبوه الرئيو اللي قال لي زواجك وحواي لرهبنا إن لن يستو لو دون ين نيات إن لو ما إنما الأعمال بالنيات زواج كان عليه جورك جورسنيس وحكون يزتا ولا هذا أمي إني ما تقانا شهوة هذا أن أكودتي هذا شهوة هذا أكودني شهوة الأمر إنما الأعمال بالنيات حتى هدون إلى قفك المكو أرسل وإنه نيات يستعمل ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طاف سليمان عليه السلام وقال إني لأطوفن على الليلة 100 امرأة ينجبن 100 مجاهد في سبيل الله وحول سيدنا سليمان أيها يجب النبي عليه الصلاة والسلام عاو وحان كوريك دونا بقول هوينا كوريك دونا وهوين كيس كمتا طبعا وحو زواج في الطبيعي وحو ما تقانا ملك اليمين في قبضة سالة سعودان مسلمين في إلهي رجع وحروبني لبا باب يب هي باب واسع باب يب ما تقانا الزواج باب الزواج 4 بس أفر للنجوم كلها لكن باب كله وين أجرو أنتي ربط أكيد وسيلة أكيد كتير ولا ما ملك يمينه لكن ما تدقق المسلمين لكن نقضان مجاهدين أي نقضان وحقيقة أنت ربطها وين هنا قل وضعت سديتا كان إمام النسائي له 4 زوجات و70 سرية أفر زوجولها إذا تضبطت ملك اليمين وهذا هو الوريج تضبط الجمهور فوق أفر حوالي أيها سيدنا وهكذا أئمتنا يعني مجرد مركا سيدنا سليمان وحيد بقول حوالي أيان عاوة كوريج مقصد كي وكله بحياته من الزهور قلته إنه سعدي إنه نين خطر يهي عند حوالي خطر مية ينجبنا 100 مجاهد في سبيل الله وقل ويلو إلهي درتي شو دقاق دينتي له دقاق لا مقصد سيدا درتي المرفوحة لي مقاصد الزواج وحكم ذا أن ننجب الأولاد التي تعبد رب البرية مقاصد الزواج المقصد الثاني أيها الأخوة الكرام ما فائدة الذرية الذرية بحيث فائدة هذا مركب محلوني سنة صاروا سعودان قالوا مركي أكيان إنيسان آخرا برنامج وجرين المهنة أيهين مركي يريهم والغرفة يا مركي ضمنا مشهور وسكان عيان دنكا وبالتالي واحد المحاول كذا لنا بهل إيه والغفلا أما إربضوا بيسكوا دراء أما ما تقانا حسين حدثكم بيسكوا جوينا المهنة للدفاع إذا مرك لأن
دين وجهنا ماله آخرنا فإذا مو أجا مقاصد أولاد اللي هني واحد لقيه لا عند الله جل وعلا ما أقعد محا أولاد واحد أولا واسدح قيبه إني كاهر مران إني كل جوغان إني كابد مران وفي كل فائدة صدق الفائدة وحال إذا هدي علمه كاهر مران علم إله كسي لكن كاهر مران ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ولد من مات له ثلاثة كن له سترا من النار صدق هدي أهر مران قفك وحالي نارت إلهي كعليانا امرأة استفتحت يا رسول الله واثنتين في رواية في السنن لما هديهن قال واثنتان النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية في سنن أبي داود وواحدة لا استفتحت إله ودوها الكوهر مران وواحد النبي عليه الصلاة والسلام إذن هدي إليه كوهر مران يكونون لك خيرا في الآخرة عذابك إلهي يبكبه تاج الجنان. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن السقط نعسك نبي مكورنا عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالسقط أن يدخل الجنة فيقول يا سقط ادخل الجنة نعسك إله أمره وحلي وحدا بمرأة أرى الجنة قال فينبطح أمام باب الجنة باب الجنة ويسكو وفريسانيا فيقول له الله يا سقط ادخل الجنة ورنعس الجنة قال الباب معك فريسان فينبطح سدح مرمرك إله الله ضليه يا أيها السقط المراغم ربه ورنعس كاغان إلهي إنو سنبوليه ومحارب تاوليه فيقول نعس كاوليه يا ربي لن أدخل الجنة حتى يدخل أبوايا إله الجنة مجرى حتى آبيه وللحكام فيأمره الله فيأخذ أبويه إلى الجنة ليس أبو جنة أنا كبحية حين الجلال يقولون إني شقاق باسل مركب وحقول أنا إنساني مسؤولية وقالنا يدرت إنه متقانا مركب ودزاله وقول كي متقان سالي قلت هيدين غناء قال وحيد هذا المي وحاليا إنه غير أغنياء وقلبوا سلاغية وهكذا وحاليا إني متقانا هي استحلال ومتقانا هي خير فيه على أي من مقاصد الزواج وحاكمنا إن متقانا غنى يجري إلهي نصرنا حاسنا قطون مقاصد ولا ليال بوستا والبلد هاي مثلا هي إلى تبرد أنت سوريا وحاولنا نحدي كل وقتي حاجتنا إلى سبحانه وتعالى يلا سبحانه وتعالى وحنا يوم الآخر ممكن أنت لا يكون ولا صلى الله عليه وسلم
طبعا كمان كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على إن شاء الله وأنزل على رسول إن شاء الله ودين سنة وأنا دين كافرين إن شاء الله وأنا إن شاء الله جزاكم الله خير.
وحرة الأستاذ سيد محمد حسن شرماجي ولا يدري محمد حسن عبد القادر وحال هذا وحكي هذا شكرا إن شاء الله. أنا عبد الحسن شكور درست الله فاضل عبد الحسن إن أنكم مهريون محمد حسن عبد القادر وحنقول في شيء محمد سيدو بشير من الموفق إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. النكاح معين للدين ومهيمن للشيطان والصدق والاتفاق الذي مباهات رسول. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكاثروا فإني مباهم بكم الأمة. وقد قال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج أقبل للبصر وأحسن للفرج. زوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف وتسعين بإحسان. زوجتك محكمتين ومؤذنتين. وأظن عبد الحسن من مهرها 50 غرام ذهب قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور. فأظن عبد حسن نهب إليها 50 جرام ذهب فوق بشر. أنا أقول مهر مثل ما قلت في الفاتحة.